السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في اول حلقة من كتاب The Whole Brain of a Child. ان شاء الله هنزل لكم حلقة كل اسبوع. اول حاجة بس حابة اقولها ان الكتاب ده بيتكون من 6 فصول، في 12 استراتيجية للتعامل مع عقل الطفل. الكاتب اسمه دانيال سيجل. اشترك في الكتابة معاه دكتورة تينا باين. مش عارفة انا بنطق الاسامي صح ولا لا. الكاتب هو طبيب نفسي الاطفال اعتقد. هو كاتب كتاب برضو قبل كده في تربية الاطفال. آم، الكاتب بينصح ان احنا نشرح للطفل تكوين عقله. ليه؟ علشان يفهم ايه اللي بيحصل جوه عقله. والكاتب بيقول ان اجمل هدية ممكن تقدمها لطفلك هي ان انت تعلمه ازاي يستخدم عقله. سبحان الله، احنا ربنا خلقنا كده وميزنا عن كل الكائنات بالعقل. ليه لما بنشتري مثلا جهاز جديد بنروح اول حاجة نعملها ايه؟ نجيب الكتالوج ونشوف الجهاز ده بيتكون من ايه ويتركب ازاي وازاي يتعامل مع الجهاز وازاي اشغل الجهاز ده عشان استفيد منه اقصى استفادة. طيب ليه مش بنتعامل التعامل ده مع العقل؟ والعقل يعتبر اكبر جهاز، يعني اهم جهاز ربنا اداهولنا وميزنا بيه عن كل المخلوقات. فلذلك الكاتب بيقول ان احنا كآباء وامهات لازم نشرح لاولادنا عقلهم ده بيتكون من ايه وبيتقسم لايه، وازاي هم يقدروا يتعاملوا معاه افضل تعامل عشان يوصلوا لافضل نتيجة. طيب الكاتب بيقول ان عقل الانسان بيتكون من، ممكن نقسمه لتقسيم افقي وتقسيم رأسي. الجزء الافقي فيه جزء يمين وجزء شمال، والتقسيم الرأسي فيه جزء علوي وجزء سفلي. بيقول ان الجزء الايمن من المخ هو بيتعامل مع المشاعر وقراءة لغة الجسد والعلامات غير اللفظية. يعني ايه؟ يعني بيتعامل مع الأحاسيس والمشاعر الإنسان بيحس بيها، فرح، حزن، كل المشاعر الإنسان ممكن يحس بيها. قراءة لغة الجسد يعني ايه؟ يعني ان انت تفهم حالة اللي قدامك من غير ما يتكلم. يعني انت ايه بيعرفك ان اللي قدامك ده انسان ده عصبي، ان الانسان ده بيكذب، ان الانسان ده متوتر؟ ايه هي لغة الجسد والعلامات غير اللفظية؟ اللي هي ايه؟ حركات الايدين، نظرة العين، شكل الوش، حاجات كتير بتخلي الجزء الايمن من مخك ده، الحتة اليمين من مخك دي هي اللي بتفهم لغة اللي قدامك. طيب والجزء الايسر اللي هو الشمال هو ده المسؤول عن التفكير المنطقي وترتيب الافكار. يعني ايه؟ يعني ان انا افكر بمنطق ان لو حصل 1 2 3 هتكون النتيجة 4 5 6 كده. ان لو في اسباب كذا وكذا وكذا هتكون نتيجة الاسباب دي ايه؟ كذا وكذا وكذا. انا مذاكرتش، انا مش هنجح. انا رحت متأخر، انا مش هلحق الميعاد. هو ده اسمه ايه؟ تفكير المنطقي، اللي مسؤول عنه ايه؟ الجزء الايسر في المخ. الأساسية للكتاب هنا إن احنا نقدر نعلم أطفالنا، وبالأحرى يعني في الأول نعلم نفسنا إن احنا نعمل تكامل وترابط بين أجزاء المخ اللي ليها وظائف مختلفة، بحيث إن هو بيقول إن سبحان الله، يعني لما ربنا خلق الكائنات على وش الأرض كان في زواحف وفي ثدييات. الزواحف بتتعامل بالفطرة. فطرة ايه؟ اول فطرة بيخلقها ربنا في اي كائن حي هي ايه؟ الحفاظ على البقاء. فعقل الزواحف بيتعامل بالفطرة اللي هي الحفاظ على البقاء، فبتكون قراراته سريعة ان هو يحافظ على نفسه حي. عقل الثدييات بقى بيتعامل بايه؟ بيتعامل من خلال التواصل والعلاقات. جزء منه بيتعامل مع الذاكرة، وجزء التاني بيتعامل مع ايه؟ القرارات الأخلاقية. القرارات الأخلاقية اللي هي أنا أفكر كإنسان إن هل الفعل اللي أنا بعمله ده شيء أخلاقي ولا شيء مش أخلاقي؟ هل علشان أنا أفكر بعقل الزواحف وأحاول إن أنا
يعني افضل عايش، او غريزة البقاء ان انا هسرق بقى عشان اكل، ولا انا مثلا هعمل علاقات غير شرعية علشان خاطر اتكاثر او ارضي غريزة التكاثر او النسل او كده، ولا هتعامل بعقل ان انا هفكر في الفعل اللي انا بفعله، العمل اللي انا بعمله ده اخلاقي او مش اخلاقي. ده الفرق. فهنا بيقول ان بيظهر ان العقل جوانا فيه جزء منطقي وفيه جزء غير منطقي. طيب ازاي اكون انا انسان متوازن ومتكامل، عقلي ده يكون عقل سليم، عقل صحي؟ ازاي؟ من خلال ان انا اعمل تكامل بين الاجزاء دي وتناغم في العمل بينها وبين بعضها. ده بيوصلني في الاخر لانسان ناجح، عقل ناجح يقدر يفكر ويعيش بطريقة صحيحة. الكاتب بياخد مثال مثلا مع اطفالنا، اللي هو نوبات الغضب. نوبات الغضب ده اللي هو ايه؟ لما ابنك كده يغضب ويتعصب ويترمي على الارض ويتنرفز ويقعد يعيط ما تقدريش تهديه ابدا. ده بيقول ان سببه عدم التكامل بين اجزاء العقل، اللي هو الجزء الافقي، التكامل الافقي اللي هو من الجزء اليمين والشمال، الايمن والايسر. الايمن اللي هو المسؤول عن المشاعر زي ما قلنا، والايسر المسؤول عن المنطق. نتيجة نوبة الغضب دي بتكون سبب لعدم التكامل ده. الكاتب هنا بيستشهد بمعلومة ان المخ بيحتوي على 100 بليون خلية عصبية. سبحان الله. يعني بيقول ان كل خلية تقدر تكون 10,000 رابطة مع بقية الخلايا التانية. يعني انتم متخيلين لو احنا ضربنا العدد ده اللي هو 100 بليون خلية عصبية في 10,000 رابطة، هيطلع لنا كام رابطة عصبية في المخ؟ المخ ده يعني سبحان الله اعظم حاجة موجودة على وش الكون كله هو مخ الانسان. كمان بيقول ان الخلايا العصبية ليها علم الخلايا العصبية ده اكتشف ايه بقى؟ ان عقل الانسان ده مش جامد، يعني مش متوقف على العلاقات او الروابط اللي حصلت بين الخلايا العصبية في مرحلة الطفولة بس. لا، طول ما احنا عايشين في حياتنا بتتكون روابط وبتتفك روابط، وبتكون الخلايا العصبية بقى اللي في مخنا دي مرنة ونشطة امتى؟ لما بتتعرض لتجارب. لما الانسان بيتحط تحت تجارب معينة، ده بيخلي الخلايا دي تكون نشطة ومرنة. قلنا ان العقل مرن جدا ومش بيفضل على الروابط اللي كونها في مرحلة الطفولة. لا، الروابط دي بتتفك وبتتكون وبتتفك وبتكون روابط تانية. من خلال ايه بقى العملية دي بتحصل نتيجة التجارب اللي بيمر بها الانسان، اللي هو مين بقى الانسان هنا؟ اللي هو الطفل ابنك او بنتك. روابط اللي بتكون موجودة بين الخلايا العصبية اللي في مخه، اللي هو اهم جزء فيه، ده بيتكون نتيجة ايه؟ نتيجة التجارب اللي بيتعرض ليها. علشان كده بقول لكم يعني حاولوا ان انتوا تسيبوا يعني اوجدوا اكبر كم ممكن من التجارب والمواقف اللي ممكن يعيش فيها الطفل، لان هي دي اللي بتنمي الروابط بين عقله. هي دي اللي بمعنى اصح بتكون عقل سليم للطفل، مش عقل قاصر، عقل يقدر يكون عقل متكامل متناسق، مش عقل جامد مش عارف يتصرف. كل ده بيكون نتيجة ايه؟ نتيجة التجارب اللي بيتحط فيها الطفل ده. ما تخافوش على اولادكم من المواقف اللي بيتحطوا فيها، لا بالعكس، المواقف دي بتكسبوا خبرات وحكمة في الحياة. الكاتب بيقول علم نفس التطور بيقول ايه؟ بيقول ان كل ما يحدث لنا يؤثر جدا على عقلنا ده. على ايه بقى؟ على كيفية تطور وتشكل عقلنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل اللي احنا بنتحط فيه، سواء مثلا موسيقى بنسمعها، ناس بنقابلهم، طرق التربية اللي أهلنا اتعاملوا معانا بيها، المشاعر اللي حسينا بيها، قصة أو حكاية مامتك أو باباكي حكوها لك، موقف هم تعرضوا ليه ومامتك مثلا جت حكت لك ده حصل لي كذا كذا كذا، دي خبرة هي بتنقلها لك. كل ده بيأثر في ايه؟ بيأثر في تطور وتشكيل عقلنا والروابط اللي بتحصل بين الخلايا العصبية اللي في مخنا. بيقول
الكاتب بيقول ان انت ما تتكلم مع طفلك عن مشاعر انت مريت بيها، الطفل ده بيفهم مشاعره، بيقدر يتفهم مشاعره وبيفهم مشاعر الاخرين. الكاتب كمان بيقول ان في علم اسمه علم المرونة العصبية. علم المرونة العصبية بيقول ايه؟ ان الاباء والامهات يمكنهم تشكيل عقول ابنائهم. يعني احنا ممكن ان احنا نشكل عقول ابنائنا، وده اللي انا دايما اقوله لكم، ان احنا المسؤولين عن عقول اطفالنا، احنا المسؤولين عن شخصياتهم. من خلال ايه؟ من خلال زي ما قلت لكم التجارب اللي بيحطوا اطفالهم فيها، لان التجارب دي بتأثر على تطور ونمو العقل، وبيبقى العقل ده شكله ايه. الكاتب راسم رسمة في الكتاب اللي هي ظاهرة قدامكم دي، بيقول ان الحفاظ على التوازن في العقل، يعني تخيلوا ان احنا ماشيين في نهر، النهر ده عقلك ده عبارة عن قارب فيه، النهر ده بيعبر عن سلامة عقلك وتوازنه، يا يعني عشان نحرف ناحية ضفة او الضفتين بتوع النهر دول اللي هم ايه؟ اجزاء العقل، الجزء اليمين والجزء الشمال، الجزء اللي بيتحكم في المشاعر والجزء اللي بيتحكم في المنطق. طيب لو انجرفت انا ناحية المشاعر، ناحية ضفة المشاعر، هتكون النتيجة ايه؟ هتكون النتيجة فوضى ومش هقدر اتحكم في حياتي. طيب لو انجرفت ناحية المنطق، طيب ده في ناس كتير بتفتكر ان انا لو شغلت عقلي على المنطق والتفكير المنطقي دي هتكون احسن حاجة بالنسبة لي. لا، لو انتي سستمتي عقل ابنك ان هو يشتغل بالجزء المسؤول عن المنطق والتفكير المنطقي، هينتج انسان قاسي، انسان ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، واول من هيطلع عليه بعد كده انتي في الاول هتكوني فرحانة بيه ان هو هيبقى انسان منظم ومنطقي وما عندوش وقت للمشاعر، وبيحاول ان هو دايما يحافظ على شغله ووقته. بس بعد كده هيكون للأسف طفل عاق، لان هو ما شغلش الجزء المسؤول عن المشاعر في عقله، ما شغلش عقله، يعني ما قدرش ان هو ازاي يعبر عن مشاعره وحبه ليكي، ففي للأسف هيطلع ابن عاق. فاحنا لازم نحقق التوازن ده عند اطفالنا، ان هما ما يجوش ناحية المشاعر قوي فوضويين، او يجوا ناحية المنطق قوي فيبقوا قاسيين وجامدين وما يقدروش يحبونا. عشان يعني اطلع انسان سوي، اطلع ابني ده انسان سوي وسليم، لازم حقق التكامل والتوازن. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ويا رب تكونوا متشوقين ان انتوا تكملوا بقية الكتاب معايا. ان شاء الله هنزل لكم حلقة كل اسبوع، غالبا ممكن تكون يوم الاربع او الخميس. اشوفكم ان شاء الله على خير. اللي اول مرة تشوف القناة ياريت تعمل اشتراك، ولو عجبك الفيديو اعملي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.